يعني انا غلطت وانا ندمان. ايه عرفت، بس ليش يعني؟ شو السبب؟ انه شو كانوا مضايقينك يعني؟ مش مضايقني، هو الموضوع الست اللي بدك تتزوجها طلبت هيك منك؟ ايوه خطيبتي. هي اشترطت عليك؟ في الاول لا، بس بعد كده اشترطت عليا ان انا مش هينفع تتجوزني معايا مع والدي ومع والدتي ومع اخواتي. نعم. في نفس الشقه. ما بدها تعيش معهم. ما ينفعش. يعني يا بتبعتهم على القريه او ما في زواج. لا هي ما اشترطتش ان انا ابعتهم على القريه، ممكن قالت لي ممكن اشوف شقه ثانيه، وانا ما عرفتش لان الظروف ما كانتش سامحه. نعم. وانا كان مضغوط، وانا حتى قلت كده لوالدتي، يعني ما كنتش اقصد، انا كنت بتخانق معاها، احنا بنتخانق كتير. فلما اتخانقت معاها وبقول لها انت موقفه لي حياتي، انت السبب في ان انا مش عارف اتجوز، انا ابعتك تعيشي عند جدتي او ابعتك اوديكي دار مسنين. انا بقول لها كده اللي هو. قديش عمرها الوالده؟ الوالده 50 سنه. 50 سنه بتبعتها على دار المسنين؟ ما هو انا بقول كده يعني مش هعمل كده. صبيه بعد ما كنتش قصدي اعمل كده، انا كنت بقول كده بطلع بس اللي جوايا وهي بقى لما انا يعني انا قلت كده ونزلت رحت الشغل. تاني يوم لما رجعت ما لقيتهاش في الشقه، ولا لقيتها ولا لقيت اخواتي، خدت اخواتي ومشيت. انا اتصدمت، يعني انا حاولت حتى اكلم خالي واكلم خالتي ان هم يروحوا يصالحوها او يودوني ليها، لان ما كانتش عايزه تقابلني خالص، بس سافرت لها البلد عشان اصالحها، ما رضتش تقابلني. شو بدك تقول لها؟ بدك تقول لها تفضلي ارجعي على البيت، هيدا بيتي؟ طبعا هي اهم عندي من جواز ومن كل حاجه. اختك وخيك؟ طبعا. قديش عمرها اختك؟ اختي عندها 15 سنه. 15 سنه صبيه. وخيك؟ عنده 20 سنه. 20 سنه. وحضرتك كم؟ 26 سنه. 26. طيب يعني بدك تقول لهم تفضلوا ارجعوا؟ طبعا هم يرجعوا البيت وعلى راسي، يعني دي انا تعلمت مش هيك؟ احنا وجهنا الدعوه للست الوالده، خلينا نشوف اذا وافقت انها تيجي ولا لا. مساء الخير. حضرتك استاذه كريمه السيد؟ ايوه. عندك 50 سنه مظبوط؟ ايوه. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج كرداحي. جايه اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. طب دي الدعوه دي بخصوص ايه؟ حضرتك احنا بنختار بعض الشخصيات عشان يكونوا موجودين معانا في البرنامج. حضرتك من ضمن الشخصيات دي. انت عرفتي عنواني ازاي؟ جبتيه منين؟ كل بيانات حضرتك عند فريق الاعداد، وهو يكلمك وينسق معاك المواعيد ويقولك على كل حاجه. ده برنامج من سيد بحر مليون؟ لا مختلف تماما. جديد. خلاص ماشي. حضرتك قبلت الدعوه؟ طبعا، فرصه كمان نشوف استاذ جورج. اتفضلي. شكرا. استاذ جورج، استاذه كريمه قبلت الدعوه وجايه ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. إذا مثل ما شفنا قبل الفاصل معنا مدحت من مصر، أصله من المنصورة، ساكن بالقاهرة وعنده شقة كان ساكن فيها هو وأمه أخته وخيه. بده يتجوز مدحت، يعني سمع أمه أنه هو بده الشقة لوحده، وكأنه سمعها أنه ترجع على المنصورة هي والولاد. أخذت الولاد زعلانة ورجعت على المنصورة، وفي قطيعة بينه وبينها إلى سنتين. حاول مستحيل، راح على المنصورة من خلال أخواله من خلال قرايبه لحتى يصالح الوالدة. بقى الست الوالدة رافضة أنها تصالحه، بقى لقى أنه ما في طريقة إلا هالبرنامج المسامح كريم، عسى ولعل بيقدر يرجع ياخذ رضا أمه ويرجع أمه وخيه وأخته إلى المنزل. بقى نحن رح نحاول، الست كريمة اللي هي الوالدة أصبحت في الخارج وناطرة أنه نعطيها إشارة. خليها تتفضل ست كريمة. اهلا بست كريمه. اهلا ست كريمه. اهلا وسهلا. طمنينا احوالك كيف؟ الحمد لله. بدك تربحي المليون؟ ما افتكرش عشان انا حظي شويه. حظك شويه كويس ولا مش كويس؟ الحمد لله على كل شيء. معلوماتك كويسه؟ مش قوي. بتعرفي تجاوبي على كل الاسئله؟ اول سؤال، كم ولد عندك؟ 3. ما شاء الله. يمكن عم تتساءلي انت وداخلي مين ممكن يكون دعاني، مين ممكن يكون دعاكي الى هالبرنامج؟ انا عرفت ان حضرتك. ايه، بس في حدا غيري هو طلب مني ادعوكي، انا ما كنت اعرفك، فلذلك حدا عطاني اسمك وعنوانك والى اخره ودعوتك. ايوه انا سالت بس ما جاوبوش صراحه. لا ما بيجاوبوا، بيخلوها سر. بيخلوها سر حتى تتفاجئي. بدك تتفاجئي؟
خير. عايزه تتفاجئي؟ خير اتفضل. خير. طلعي بهالشاشه. انا لو كنت عارفه هو ما كنتش جيت. معقول؟ ام مدحت، معقول لو عارفه، معقولة انت تقولي لي انه لو عارفه ما كنت جيتي؟ ايوه. بدل ما تقولي لي شكرا؟ لا مش شكرا خالص. ليه؟ لانه ولد جاحد. جاحد؟ في أيوة. ولد جاحد؟ في، وده منهم. طلعي فيه لشوف. تغير عليكي؟ شكله وشه وشعره. صار احلى؟ صار ابشع؟ كيف صار؟ لا هو انا لما سبته كان عنده شعر. طبعا كنت انت تطعميه وتديري بالك منه، كان احلى. هلا صار بشع. ايوه. مش هيك؟ بعت لك رساله، بعت لك رساله ام مدحت، بدي اقرا لك اياها بعدين نحكي. انا عرفت القصه كلها. بيقول لك امي الحبيبه، الدنيا كلها ملهاش قيمه وانت مش موجوده جنبي. انت اعظم ام في الدنيا. تعبتي معايا، كنت على طول مستنياني اشيل عنك الحمل، لكن انا عاملتك اسوأ معامله بدل ما اشيلك على راسي. اكبر عقاب ليا كان بعدك انت واخواني عني. عرفت قيمتك وتاكدت اني مهما كبرت عمري ما حكبر عليكي. امي العزيزه، انا تعلمت، مستعد اعيش خدام تحت رجليكي طول العمر. جاي النهارده قدام الناس كلها اقول لك انا اسف ومحتاج لك انت ومديحه وعلاء. مش عايز منك حاجه دلوقتي غير انك تسيبيني ابوس ايدك وتديني فرصه عوضك عن خيبه املك فيا وكسره قلبك بسببي. وبدعي ربنا تسامحيني، والمسامح كريم يا ست الحبايب. ونعم بالله. لا طبعا. لا طبعا ايه؟ ما اقدرش اسامحه لانه عمل فيا حاجات كتير قوي فاكراها له لسه مش قادره انساها. اولا بدي اسال سؤال، هل تطاول عليكي بشيء يعني؟ ايوه. بكيف؟ والله مرات مد ايده عليكي؟ لا هي مد ايد مباشره لا ما حصلش، بس دفشي؟ عمل شيء؟ مره من المرات زقني. انا اولا مطلقه. انا مطلقه بقالي سنين، اكتر من 10 سنين، وانا عايشه عليه وعلى اخواته. نعم. وتحملت، هو معترف بهالشيء. وتحملت كتير. نعم. في الدنيا. نعم. طبعا كل شيء حضرتك عارف ان الدنيا نعم. ما بتخلاش. اجي اتكلم معاه بعد لما كبر وعرف ان باباه مش موجود في حياتنا، يزعق. هو حب ان هو يعمل كبير، بس الكبير عمره ما كان بالزهق. لا، هو الكبير اللي ما يقف. بيكبرش على امه. بعدين هو قايل بالكتاب انه مهما كبر ما بيكبرش عليكي. ما هو ده اللي انا كنت بطلبه منه في الاول، كنت بطلب منه ان هو يقف جنبي ويساعدنا وهو يكون اب لاخواته، لان ما فيش اب ولا راجل في حياتنا. فحضرتك اتحملت ما اتحملته معاه كتير. مرات كان يزجرني، مرات كان بيزعق، صوته على طول عالي. دايما الناس كانت بتنزل على صوتي، يعني الجيران في البيت كانوا بينزلوا جري على صوته. ليه كده يا مدحت؟ مره من المرات كان يعني بيدب بايده من عصبيته في الباب، كسره كسر كبير. باب اوضته، باب الاوضه بتاعتي، لما كنت ساعات بدخل اختي، ما يبقى في بيني وبين اخته خلافات، كنت ادخلها مثلا في الاوضه، فكسر الباب بايديه برضه. وانا مش همشي. طب انا امشي يا ابني، انا اسيب لك الدنيا؟ ما ينفعش ان كل يوم والتاني ان الناس تتفرج علينا. تعاملنا كده. فلغايه لما ربنا يعني من سنتين كده احب واحده اسمها فاطمه، وحبها وحب ان هو يتقدم لها. فلقيته حضرتك بيقول لي بمنتهى الوضوح كده يعني: ماما انا عايز الشقه ديت عشان اسكن فيها، وانت يا تروحي دار مسنين يا تروحي عند حد من اهلي. فانا صعب عليا نفسي. طبعا انا سالته لما روالي القصه، قلت له امك قديش عمرها؟ قال لي 50 سنه. قلت له 50 سنه بدك توديها على دار المسنين؟ يعني انا مش الكبيره اللي هي اروح دار مسنين. انا لسه برضه بصحتي. بس هو شرح لي
وقال لي قالها عن غضب وقتها وما كانش بيقصدها. وكان قال لي ما كانش اليوم بيقصدها. ده كنا في رمضان حضرتك، اخدت ولادي وقعدت يومين 3 كده عند اختي، وبعد كده خدتهم وسافرت البلد. سافرتي على المصر؟ طبعا، بس ما حدش بيتحمل حد على طول. ايه. بعد نعم. فتره، بعد كام شهر كده خدتهم ورجعنا، سكنت، خدت مكان وقعدت فينا واولادي، وابني علاء في معهد ابتدى ان هو يشتغل جنب المعهد بتاعه، نعم. وانا كمان اشتغلت الله يبارك فيكي. علشان نقدر الله يبارك على فيك. المعايش. طيب تقول لك انا شو اللي صار؟ يعني بهالسنتين صحي؟ مش معقول. لا معقول ما تقوليش مش معقول. ما تقوليش مش معقول، ده ابنك وربيتيه. كل انسان بيرجع بفيق على حاله وبيندم على اعماله، خاصة اذا كان في شيء بيتعلق بالاهل، بالاب، بالام، خاصة بالام. بقى هو ندمان وتعبان وبعت لك مراسيل مع اخواله، هو راح لك البلد رفضتي تستقبليه، انت صعبانه عندك كثير ومعك حق تصعب عليكي. هو بس دور هو- عليا بعد ايه؟ هو جاي بعد ما اتبهدل، بعرف لان ربنا ورى لي اني انا دعيت، قلت حسبي الله لا. ونعم الوكيل. ودعوه الام انت عارف ان هي مستجاب، ما دورش طبعاً. عليا غير بعد ما اتبهدل. هو اتبهدل؟ طبعا، كيف عرفتي انه ما هو اتبهدل؟ من شكله باينه. لا هو مش ده ابني، مش ده ابني اللي انا سبته، ما كان غير كده خالص. وبعدين بقيت برضه بسمع من بعض الناس والجيران اللي حوالين منه، تسألي من عنه اخواتي. طبعا كنت تسألي؟ بسال من بعيد، تحبي تعرفي اخباره؟ بطمن عليه يعني، طمني من بعيد عليه. لبعيد بس. يا ام مدحت بدنا نسمعه، اجا بده يقول لك شيء، بقى يا ريت بدنا نطلع انا وانت ونسمعه. يا مدحت، هيدي الوالده مقهوره ومجروحه، وانت اخذت خطوه كثير مهمه انك جيت على هالاستوديو، انك توقف امام ملايين الناس وتحكي لها. بقى بس انت جاي لحتى تحل هالخلاف نهائيا، مش هيك؟ ايوه انا جاي ارجوك عشان بدك أصلح. تحكي وتعلي صوتك تنسمعك من هون. تفضل. انا غلطان واسف وحقك عليا وانا عرفت قيمتك لما بعدت عني انا حاولت كتير اصالحك وبعت لك مع خالي جمال وبعت لك مع خالتي وما عرفتش خالص اوصل لك. لو كنت انا برضك انا غلطت، انا اسف، حقك عليا ما تزعليش. انا اتعلمت حاجات كتير قوي وانت بعيد عني. انا عرفت قيمتك لما بعدت عني، عرفت قيمتك لما اتحرمت منك. انت اهم عندي من الجواز، اهم عندي من اي حاجه تانية. انت عملت عشاني حاجات كتير قوي مفيش ام ممكن تعملها عشان عيالها، وصبرتي علينا وتعبت علينا. وابونا كان سايبنا وما كانش بيسال عننا. انا كنت صغير بقى وما كنتش فاهم الكلام ده. انا بعد ما مشيتي من الشقه وفكرت بقى ان خلاص كده هتجوز فيها سبتها وسبت خطيبتي وشغلي اتباظ وسبت المحل، مبقتش قادر ادفع حتى الايجار بتاعه. كل ده عشان خاطر انت مش موجوده معايا، عشان انت لما كنت معايا كنت بتخليني دايما ابقى احسن. انا لما قربت من ربنا عرفت غلطي وعرفت ان انت فعلا اهم عندي من كل الكلام ده، ولا جواز ولا شقه ولا اي حاجه. سامحيني بقى وحقك عليا ما تزعليش. شو بدك تقول لها بعد؟ شو سامحيني وحقك عليا ما تزعليش؟ انا غلطان، انا اسف. طيب بعدين شو طالب انت؟ انا بس طيب ان انت ترجعي. نعم؟ ترجع تعيش معانا، ترجع تجيب اختي ترجع واخويا تجيب اختك وتقعد معك؟ ده بيتها، انا اللي ترجع وتسمح لي ان انا اقعد معاها. مش قادره يا استاذ جورج، معلش انا اسفه. مرق معي قصه انا بالبرنامج، ولد ضرب امه، مش هيك؟ استغفر الله العظيم. ضرب امه، ضربها، واجا بعدين بعد كم سنه يعتذر. اعتذر منها وسامحته. بقى انت كسر الكرسي وكسر الباب ومش عارف ايه ابنك، وبتضلك امه. وطرده ليا من المكان ده مش قليل؟ بلا مش قليل ابدا، مش قليل، واهانك ومعك حق تزعلي ومعك حق انك تغضبي عليه، بس بالنهايه بيبقى ابنك. هو للاسف احكي اخر شيء يا مدحت،
قول لها للماما اللي بدك تقوله اخر شيء، لانه انا الست صعبانه علي، واذا هي مش راضيه خلاص بتكون انت يعني مبادرتك باءت بالفشل، بكون انا فشلت كمان. فتفضل احكي لها اخر شيء. أقول لك إيه؟ يعني فاكره زمان لما كنت برضو بعمل حاجات كويسه، لما كنت ببقى راجع من الشغل وبجيب حاجات لاخواتي عشان خاطر ما يحسوش ان بابا مش موجود. بعمل برضو حاجات كويسه، يعني مش وحش قوي لدرجه ان انا كده. انا كنت وحش زمان وكنت بزعق وكنت بكسر عشان انا كنت صغير وكنت طايش. دلوقتي لما انت بعدت عني وعرفت قيمتك اتغيرت. تعالي طب ارجعي وجربي، لو انا ما اتغيرتش يبقى انا همشي واسيب البيت. يبقى هي ساعتها يبقى انت جربتي على الاقل، شفت ابنك لما اتغير. بقالك سنتين بعيد عني، يعني ما وحشتكيش؟ حرام بقى، سامحيني والنبي. بيسامحك يا ابني. انا استاذ جورج نعم. ممكن اروح لها؟ لا، بدها بتسامحك بالاول، ما فيك تروح لها. ما انا لو رحت لها اخليها تسامحني. لا، قبل ما تروح لها هي لازم تقول انه سامحتك، وساعتها بنفتح الستار وبتجي بتبوس ايدها وبتتصافح انت وياها. سامحيني بقى يا امي. ربنا حاجة عليا، يسامحك ما يا ابني. تزعليش والنبي. ارجعي وشوفيني ربنا انا اللي بعمل ازاي. بيسامح يا استاذ جورج، احنا بني ادمين. صحيح، بس ربنا بوصاياه كمان بيقول سامحوا مثل ما هو بيسامح كمان. ونعم بالله. معلش حقك عليا، ما تزعليش. انا اسف، انا ندمان، انا مش هعمل كده تاني. ارجوكي بقى ارجعي يا امي. انا عايز رضاكي، ارضي عني. انا مش عارف اعيش من غيرك. انا مش عارف اسامح نفسي ولا اعيش طول حياتي طول ما انت مش راضيه عني. شو؟ في ايدي ايه اعمله غير انه اقول له انا ربنا شايف يسامحك. قلبك شو عم بيعمل. انا شايفه قلبي كيف عم بيضرب هلا، كيف عم بيشتغل. بدك تسامحيه؟ ربنا يسامحه ويهديه هو وكل اللي زيه. ربنا مسامحه، بيسامح كل العالم ربنا. وانت ربنا يسامحه ويسامح كل اللي وانت زيه بتسامحيه ويقدرني على اني انسى.